النهاردة سبونج بوب وبسيط كانوا ماشيين في أمان الله، وفجأة شافوا نسخة عجوزة من شفيق، ولما سألوه طلع أبو شفيق بنفسه. قرروا يسلموا عليه بالصاعق المقالب، بس طلع ناصح وكهربهم هما الاتنين، وشفيق كان واقف هيموت من الإحراج ونفسه الأرض تبلعه. المصيبة كبرت تاني يوم لما أبو شفيق قرر يفتح محل مقالب قدام بيتهم، بيبيع فيه كوارث، آيس كريم بينفجر في الوش وصابونة خلت بسيط يجيله جدري في ثانية. شفيق حب يهرب من الفضايح دي واشترى حبر الاختفاء، بس بدل ما يختفي جسمه ساح وبقى عامل زي السلايم. والكارثة الحقيقية حصلت في المطبخ. شفيق كان بيحاول يطبخ فالمطبخ ولع، جري جاب طفاية حريق من عند أبوه عشان ينقذ الموقف، بس الطفاية طلعت مقلب هي كمان، وبقت تطلع نار ودقيق في وشه. وفي الآخر أبوه باع له مستر سلطع مطاطي عشان يضحك بيه، بس لما مستر سلطع الحقيقي شافه جاله انهيار عصبي. وأبو شفيق ختم الليلة ببالونة عملاقة مليانة أناديل بحر فرقعها فيهم كلهم. تفتكروا شفيق وارث النكد ده من مين؟ اشترك في القناة لو عايز تشوف مقالب تانية.